يا أهلا بكم. أنا المهندس مصطفى حماد. النهاردة هنتكلم عن خرافة منتشرة جدا، وللأسف ممكن تكون سبب في دمار بيوت وإحنا مش واخدين بالنا، وهي استخدام البخور أو أي دخان في مكافحة باقي الفراش. خلونا نفهم سوا ليه الفكرة دي مش بس غلط، دي تعتبر كارثة حقيقية. بالظبط كده، الجملة دي مش مبالغة أبدا. دي حرفيا أكبر وأخطر غلطة ممكن حد يعملها في بيته لو بيعاني من بق الفراش. استخدام الدخان ده معناه إننا بنعلن الحرب على بيتنا، مش على الحشرة. السؤال ده بيتكرر عليا كل يوم تقريبا. يا باشمهندس، سمعنا إننا لو ولعنا شيح أو بخور وقفلنا الشقة كويس الباقي هيتخنق ويموت. والإجابة النهائية والقاطعة وللأسف هي لأ. وده مش مجرد رأي، دي حقيقة علمية لازم كلنا نفهمها كويس قوي. يا ريت الموضوع كان بالسهولة دي. الحقيقة إن حشرة بق الفراش ذكية جدا في فكرة البقاء على قيد الحياة. عندها سلوك بنسميه علميا سلوك التجنب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الدخان بالنسبة للحشرة دي مش غسام بيقتلها في مكانها، لا، ده عبارة عن جهاز إنذار بيقول لها في خطر، اهربي فورا واستخبي. وهنا بتحصل الكارثة. الناس فاكرة إن الدخان الكثيف هيخنق الحشرة، لكن اللي بيحصل هو العكس تماما. الدخان ده بيشتغل زي صفارة الإنذار بالظبط، بيخلي الباقي يهرب من الأماكن الزهرة ويستخبى في أماكن أعمق وأصعب بكتير. يعني بدل ما المشكلة كانت محصورة في سرير أو كنبة، بتتحول لقنبلة موقوتة منتشرة في كل ركن في البيت. والكلام ده مش من عندي، دي تحذيرات رسمية من وكالة حماية البيئة الأمريكية ال EPA. بيقولوا صراحة إن الدخان مستحيل يوصل للشقوق والفتحات الصغيرة اللي البق بيستخبى فيها. الحشرة دي بتعيش في أماكن سرية جدا، والدخان كل اللي بيعمله إنه بيجبرها تهرب أعمق جوه الحيطان، ورا برايز الكهرباء، وفي قلب الخشب بتاع الأساس نفسه. طيب، إيه أول نتيجة كارثية بتحصل بسبب الغلطة دي؟ في مصطلح علمي مهم جدا إحنا كمتخصصين بنستخدمه، وهو الانتشار المستحث. يعني إيه الانتشار المستحث؟ ببساطة شديدة معناه إننا بتصرف غلط مننا بنحول مشكلة صغيرة ومحصورة في مكان واحد لمشكلة ضخمة ومنتشرة في هيكل البيت كله. وطبعا ده بيخلي المكافحة بعد كده أصعب بكتير ومكلفة أكتر بكتير. شوفوا معايا السيناريو ده بيحصل إزاي. المشكلة بتبدأ بسيطة جدا، ممكن تكون في مرتبة بس. بمجرد ما نستخدم الدخان احنا فعليا بندي إشارة لكل الحشرات دي عشان تبدأ الهروب الكبير. بتهرب وتستخبى في أماكن محدش يتخيلها أبدا. وهنا الإصابة بتتحول من إصابة موضعية نقدر نسيطر عليها لإصابة هيكلية ممكن توصل لشقق الجيران. والجمعية الوطنية لإدارة الآفات بتأكد إن الخطر الأكبر بيكون في المباني السكنية. البق عنده قدرة رهيبة على الانتشار للشقق اللي فوق واللي تحت واللي جنبنا، وكل ده ممكن يبدأ بسبب إجراء غلط واحد زي استخدام الدخان. المصيبة مش بس إن الحشرة بتنتشر، في جانب تاني أخطر بكتير، وهو المخاطر اللي ليها علاقة بالصحة والسلامة والبيئة، أو اللي بنسميها HSE، واللي الطرق الغلط دي بتسببها. لما بنملأ أوضة بالدخان إحنا بنخلق بيئة خطرة جدا. أول حاجة، الدخان ده بيسحب الأكسجين وممكن يسبب اختناق، وخصوصا خطر على الأطفال. تاني حاجة، في محاولات كتير بتستخدم مواد قابلة للاشتعال، ودي سببت حرايق بيوت فعلا. ده غير طبعا التلف اللي بيحصل في الحيطان والمفروشات. والأخطر من ده كله هو الإحساس الوهمي بالأمان اللي بيخلي المشكلة الحقيقية تكبر وتتوحش في الخفاء. طيب، بعد ما عرفنا حجم المشكلة وخطورتها، إيه هو الحل العلمي السليم؟ الحل له اسم واحد واضح ومباشر: الإدارة المتكاملة للآفات أو IPM. الإدارة المتكاملة للآفات دي مش مجرد رش مبيدات وخلاص، لأ، دي خطة عمل ذكية وشاملة بتعتمد على فهمنا لسلوك الحشرة نفسها. بنستخدم أكتر من استراتيجية مع بعض عشان نضمن إننا نقضي عليها تماماً، والأهم نمنعها من إنها ترجع تاني. برنامج ال IPM الاحترافي بيمشي بخطوات مدروسة. بنبدأ الأول بالتوعية والفحص الدقيق جدا عشان نعرف كل أماكن الإصابة فين. بعد كده بنستخدم طرق آمنة وفعالة زي الحرارة والبخار اللي بيقتلوا البق والبيت بتاعه. ولو اضطرينا نستخدم مبيدات بيكون استخدام محسوب بالملي وفي أضيق الحدود. وفي الآخر وأهم حاجة، بنتابع ونتأكد إن المشكلة انتهت 100%. يا جماعة، الرسالة لازم تكون واضحة ومباشرة. البخور للتعطير وتحسين ريحة المكان، مش لمكافحة حشرة معقدة وخطيرة زي بق الفراش. أرجوكم بلاش بيوتنا تبقى حقل تجارب للخرافات اللي في الآخر بتدمرها. لا، وفي الفراش لازم يتم استهدافه بشكل علمي ومباشر ببروتوكول IPM احترافي، مش بشوية دخان ينشروا المشكلة في كل حتة. لو أي حد بيعاني من الكابوس ده، ما تضيعوش وقت وفلوس في حلول بتزود الكارثة. الحل الفعال والفوري موجود، كلمونا فورا على الرقم اللي ظاهر على الشاشة.